السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بقدم لكم طريقة خبز التنور اللي بالخميرة. طبعا قبل سويت معاكم خبز التنور ما في خميرة، وكان محشي بالجبنة والزعتر، وعجب كثير منكم. وفيه مجموعة بنات قالوا نبغى الخبز الجنوبي اللي بالخميرة وما في حشوة. واليوم بنزل لكم طريقة هذا الخبز اللي بالخميرة، ويلا معاي على المطبخ أوريكم مقاديره بالتفصيل ونقول بسم الله. وعندي هنا المقادير بالكوب المعياري: كوبين بر أسمر، وزيها دقيق أبيض، وكوب ونص ماء، ونص كوب زيت، وملعقة ملح، ونص ملعقة خميرة فورية. نجمع المواد الجافة مع بعض كلها، نضيف ملعقة الملح، ونضيف نص ملعقة خميرة فورية، نخلط المكونات، ثم نضيف كوب ونص ماء ونص الكوب الزيت، ونعجنها كلها مع بعض. طبعا مهم نعجن من قلب، لين يعني تعرفون العجينة من قلب لها دور في إن الخبز يطلع معاكم مضبوط، والعجينة تفتح النفس والخبز يطلع يفتح النفس. نعجنها من قلب إلين خلاص تصير معنا تمام. بعد كده نحطها في طاسة وندهنها بالزيت علشان نحفظ رطوبتها، ونغطي عليها حتى تختمر. وبعد ما اختمرت وتضاعف حجمها نسخن عندنا هنا التنور اللي هو الميفا، نسخنه تماما. وعندي هنا خيش، ممكن تستخدمون أي شيء، أهم شيء إنه يكون شيء قطني. نتأكد إنه صار ساخن، وبعدين ناخذ الخيش وننظف فيه من داخل، نمسح زين. وهنا عندي العجينة صارت مخمورة ومتضاعف حجمها. استخدم طبعا الموية، ما استخدم لا زيت ولا دقيق في هذه العجينة، فردها يعني وتشكيلها. بعدين أشكلها بهذا الشكل الأسطواني، يعني كأنها صامولي. شايفين؟ حين كذا طريقتنا إنها لازم تكون الخبز بيضاوي، عادات وتقاليد عاد. شايفين كذا تمام؟ خلاص نتأكد إن التنور خلاص صار معنا ساخن. خلاص أبدأ الحين أجهز الخبز. يكون جنبي موية، كل شوية أحط يدي فيها وأفرد العجينة بهذا الشكل. شايفين القرص؟ فردته، وبعدين أخبزه في التنور، وأحاول أن أكون سريعة عشان ما يبرد معي التنور. طبعا العين الداخلية اللي في الوسط الصغيرة أحاول إني أطفيها عشان ما تحرق يدي وأنا أدخلها. أما العين الكبيرة اللي تشوفونها هذه أبدا ما أطفيها حتى ينتهي الشغل تماما. طبعا حاطة الجوال على الستاند من بعيد لأن ما في حد يساعدني. وبعد كذا أغطي عليه وأكون قريبة منه، كل شوية أفتح أشوف إذا استوى. طبعا بعد ما غطيت عليه ولعت العين هذه الداخلية اللي الصغيرة. بعد ما استوى خلاص أبدأ أقشطه بالسكين، وخلاص صار معنا جاهز يفتح النفس. نموت عليه، إحنا نموت عليه مع الشاهي، مع الجبنة، مع السمن والعسل. مرة لذيذ، راح يعجبكم متأكدة، ومقاديره ترى مضبوطة وتعطيكم الكمية هذه. حابة أنبهكم يا بنات أن هذا المفتاح للأسطوانة لازم تفتحونه على أعلى شيء علشان يصير اللهب داخل الميفا عالي ويسخن معاكم زين، لأن الميفا لو ما سخن زين راح يمسك الخبز فيه، ما راح ينكشط لكم بسهولة.